الزلف اللون تذ سكيلت نوسع نعتذي وين نوسع نسيا وسيا نغتوي غار مصر عطاسو غان زغان سيزيك اسم الله مشطوحيت نسل باللي إما زيغان تنتفض سي ثما وسماع سيوا دي مصر ألما تما وملو تيك زيغين تيك كناريين يوساون الجزائر المغرب تونس ليبيا ألما ذاك الساغ نيجر مالي aṭas akaki ur nessin ara d amek akka yellan imaziɣen n Maṣer tanebgit-agi neɣwas aki d tamaṣrit d tamaziɣt taki d Massa Amani Lwacaḥi ma iniɣ azul fell-am Amani azul fell-am. عزول رشيد، كيف حالك حبيبي؟ شكرا كنت زغام مصريا هات يكون ونتاغي غدهنا على كل قبيليا ذا شكا يضرون يكون ونس حدا يسير غزات ثلاثنا وتسنفكي تستوين في دي تسدون اكيس نتضغاري مصريا مزيغا كاي مزيغ معطس مزيغا مصريا اكن راني ضغار ايغوانشيا تيزيرين كناريين هي تمسلاي ذات اللي كنستعرض. السؤال الاول اماني ممكن تعطينا لمحه ولو وجيزة حول أمازيغ مصر؟ أمازيغ مصر يعني تعدادهم يتخطى 2 مليون نسمة. تمام. في خطأ شائع يعني إنهم موجودين في واحد سيوة فقط، وده مش حقيقي. يعني هم موجودين في أماكن كتير في مصر، خاصة جنوب مصر. هم مجموعتين، أمازيغ سيوة، أمازيغ مصر قصدي مجموعتين، مجموعة ناطقة وهم اللي موجودين في سيوة عددهم تقريبا في حدود 30,000، ومجموعة أخرى غير ناطقة عددهم يعني يفوق 2 مليون، هم أمازيغ هوارة، إضافة إلى عدد آخر من الأمازيغ بعض العائلات المهاجرة يعني حديثا زي عائلتي. هناك بعض الأطفال هناك نسل من زواج مختلط ما بين مصريين ومغاربة وجزائريين وتوانسة. وهناك أيضا بعض قرى أخرى من بقايا كتامة اللي جم مع يعني الفاطميين، يعني موجودين برضو. هم قبائل كتامة، قبائل يعني بالكتامة. ايوه قبائل كتامة ما زال اليوم موجودين في 3 قرى هنا في مصر لحد دلوقتي يعني. بس انا عايزه اقول ملحوظه بسيطه يعني بعيدا عن موضوع امازيغ مصر. انت بتقول ان احنا هنتكلم بالعربي، لا انا بتكلم بالمصري مش بالعربي. دي اللغه المصريه الحديثه مش اللغه العربيه، عشان ده موضوع نبقى نتكلم فيه بعدين. بالمصري مش بالعربي. قلت اماني، قلت ان الناطقين في واحد سيوة حوالي 30,000 نسمه هناك يتكلمون الامازيغيه. 30,000 يتحدثون بس بيتكلموها بس ما بيعرفوش يكتبوا او يقروا مع الاسف الشديد. يعني ايه يعني ايه عايز اكل؟ سخت شوف. يعني ايه عايز اشرب؟ سخت سويمان. يعني ايه بحبك؟ خصاش الكون. خصاش الكون. طيب يعني ايه عايز انام؟ سخن الدم. سخن الدم. يعني ايه عربية؟ العرابيس. حمار يعني ايه؟ يزيط. ايه؟ يزيط. يزيط. ويعني ايه؟ فرخة. فرخ. يعني تيازيط. تيازيط والله. طب انتم مع بعض بتتكلموا بالسيوي؟ طب اخواتك بتتكلموا عربي زينا؟ قطة يعني ايه؟ الطوس. الطوس. لا انتم مع بعض بتتكلموا سيوي؟ في البيت بنتكلم يعني لو ابويا مصري بنتكلم كلنا مصري، يعني لو كلنا سويين بنتكلم سيوي. وانت سيوي ولا مصري؟ انا سيوي. بس باباك ومامتك سويين؟ اصلا سويين. بتتكلموا زي بتوع مطروح ولا بتوع ليبيا؟ لا احنا لغتنا هنا سيوة. لغتكم سيوة لوحدكم؟ زي المغرب والجزائر وكده. سوف أترجم إلى اللغة القبائلية. شتقا مسا أماني الوشاحي تنك باللي تصل نظريات قارن باللي إمازيغن مصر أثنين كان دي ثوازيس واحد قارن ستعرف إدي زكانك كيدي سوا مشى غلطنا تصاص نك باللي إمازيغن لان أزال سيني مليان دي مصر ماشي كان دي سوا إلان دا شو كان دي سوا دي نقي من مازالت مسلاينت لان ازال 30,000 انزداغينس مشى اكا دي مصر ياك لان ازال 2 مليون توقف نسن صوح نيك تمسليت نسن وقانسن هوارا وسند كي
وقال مصريين زوجنا كذي جزائريين مصريين ماروكيين تونسيين ليبيين نصنصلن دي مصر صوح انت مسليت نسن وثناك ذاك ماشا مازال تسعان الفغين قارني منسن ذي مزيغن وسان دانيا لاصن سن سي كوتاما كنزغام كوتاما ذي قبيل مبابور لا دغا نجي جل يروحن تصي زغن نشتكي القاهره ذي مزيغن ذي قبيليين ثقل ذا فاطمية تيلدين ليس كذلك هم القبائل من بين القبائل هم الذين أسسوا القاهرة هل تؤكدين ذلك أماني؟ بالضبط، يعني قبيلة كُتامة يعني هي اللي جات مع المُعز لدين الله، وده بيرجعنا بقى للنقطة اللي هو إزاي الأمازيغ دخلوا مصر، يعني دي كان عن طريق موجتين من الهجرة السلمية. الموجة التانية هي اللي إحنا بنتكلم فيها اللي هي اللي جُم مع قبيلة كُتامة اللي جُم مع المُعز لدين الله الفاطمي اللي هي مؤسس الدولة العبيدية في شمال أفريقيا، عندنا في مصر سموها الدولة الفاطمية. يعني اللي هم كانوا على مذهب الشيعة الإسماعيلية وهم بالفعل يعني هو المُعز لدين الله ذات نفسه يقال إنه عربي، ونائبه جوهر الصقلي يقال إنه عبد من سردينيا، عبد إيطالي، لكن الجيش اللي جه معاه كله كان من كُتامة، من قبيلة كُتامة. مع الزمن طبعًا يعني انقرضوا أو قل عددهم بس ما زالوا موجودين، وما زال أثرهم لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي يعني مثلًا لسه في القاهرة القديمة اللي هم اللي بنوا القاهرة، وهم اللي سموها القاهرة، وسموها القاهرة لأن الأمازيغ زمان كانوا بيسموا كوكب المريخ كوكب القاهر، فوقت ما هم كانوا بيبنوا المدينة كان في اقتران مع كوكب المريخ أو صعد أو كده، والأمازيغ كانوا بيتشائموا منه، فعشان كسر هذا الشؤم أو هذا التشاؤم قرروا يسموها باسمه، سموها القاهرة عشان يكسروا الشؤم وما تطلعش المدينة يعني إيه يعني فال سيء، لأن الأمازيغ من النوع اللي بيتفائلوا ويتشائموا يعني. ما زال آثارهم موجودة لحد دلوقتي، يعني في القاهرة الفاطمية اللي هي القاهرة اللي بناها كُتامة أو بناها الأمازيغ، مثلًا في شارع طريق صغير اسمه درب سعادة، سعادة ده قائد أمازيغي، يعني ما زال اسمه مخلد حتى الآن، كان قائد أمازيغي من كُتامة من قواد المُعز لدين الله، ما زال بيحمل هذا المكان اسمه حتى هذه اللحظة. ماذا وباب الشعرية عندنا نعم. مكان تاني اسمه باب الشعرية، قبيلة شعرية، دي قبيلة أمازيغية من ضمن اللي جُم مع كُتامة، اتفضل ولكن أماني تاريخيا يعني الروابط بين الأمازيغ والمصريين يعني يعود إلى زمن قديم إلى زمن شيشناق أليس كذلك؟ أدي الهجرة السلمية الأولى بقى اللي إحنا ما اتكلمناش عنها، إحنا اتكلمنا عن نعم الهجرة التانية اللي إزاي ثانية دخلوا مصر، قلنا عن طريق موجتين من الهجرات السلمية. إحنا اتكلمنا عن الهجرة التانية، الهجرة الأولى اللي هي اللي أنت بتتكلم عنها دي، بس لأ قبل شيشنق بكتير، يعني شيشنق ملك شيشنق الأول مولود في مصر، يعني ولكن هو جده كان أمازيغي على أبوه أو جده هو يعني أمازيغي وهو نفسه أمازيغي بس مولود في مصر، يعني بعد دخول بقى الأمازيغ مصر، يعني كما دخلوا تقول عن طريق كما تقول مثلا لاعب كرة القدم زين الدين زيدان ولد بفرنسا ولكن هو أصله قبائلي نفس الشيء أيوه يعني. بالضبط، يس بالضبط، هو بالضبط كده. فشيشنق مولود في مصر وكان وزير دفاع قبل ما يبقى ملك، وهو بقى أصبح ملك لأنه اتجوز بنت آخر ملوك الأسرة ال21، يعني الأمازيغ كونوا 3 أسر، أسرة 22 أسرة 23 أسرة 24، هو تزوج بنت الأميرة بنت آخر ملوك الأسرة ال21 وبالتالي أصبح ملك، لأن آخر ملوك الأسرة ال21 ما كانش عنده ولد، كانش عنده أولاد، كانش عنده غير بنت واحدة بس، فجوزها لوزير الدفاع. في الوقت ده الجيش المصري كله أصلا كان مرتزقة من الأمازيغ، الجيش المصري كانوا كل أغلبيتهم كان الأمازيغ كله أمازيغ في الفترة دي، حتى وزير الدفاع ذات نفسه اللي هو كان شيشنق بقى. والأسر الثلاثة 22 23 24 كلها أسر أمازيغية. كلها أسر أمازيغية بالفعل.
ديناس فرانسيس لي ديناستي 22 23 24 ثيقل دي وين تيس 22 23 24 ثيقل دي وين مازيغن نفرعون يكتفن نزل 750 يسقوسن حوالي 750 سنه يعني حكموها بالمجموع، ليس كذلك او اقل؟ سمعت يعني ذلك. تقريبا هذا ممكن المؤرخين هم اللي يعطونا الاعداد بالضبط، ولكن باش كان نزروي في دي توالين تيكو ساك ذاك امزروي غير مزيان دي مصريين بدات فنك ماشي سي شاشناق وقبل شاشناق لا كي مزيان تسيني كي نشكو تزرم بلي يا مصريين سعان تغرما من جهد مليح تروحون داك دينا غادي نوصلنا ميتفغن انكاز كيش بان شاشناق الا نتسازا نغلاف نتمحدث مينيس لا ديفونس المصري وغان داك الليل نتيجا نصان ثقل داتيس 22 ثم زواروثي مازيغن دينا ومن بعد ذاك ويس كانت ثقل دي وين يظن تيس 23 24 امي وكذا مزغوي دونك هي ممكن نروحوا يا سال بعيد خاطر شكون كذا مزغوي سقسير اماني او يفنت تضحكوا ذا شوث ومشواري سيتمر نتاكي في مازيغ اريد منك اماني تعطينا مسيرتك النضاليه في الأمازيغية، منذ متى بدأ عندك ضمير أو شعور النضال الأمازيغية؟ منذ متى؟ كيف بدأ مشوارك النضالي في الأمازيغية؟ هو أنا بخجل جدا لما أتكلم عن نفسي يعني لكن باختصار يعني هو أنا بدأت لا من كتير من زمان قوي، من أكتر من 25 سنة يعني. في البداية أنا يعني دخلت في المجتمع المدني المصري، كنت حقوقية، وكنت مهتمة أصلا بحقوق الأقليات أساسا يعني، وكنت بناضل ضد الأحادية في أي حاجة، الأحادية الفكرية، الأحادية العقائدية، الأحادية القومية والعرقية. فطبيعي لأن أنا أمازيغية إن أنا يعني إيه، زي ما أنا بدعم الأقليات فكرت إن أنا يعني أدعم بقى قضيتي أنا، وخصوصا إن في الوقت ده ما كانش أبدا موجود في مصر أي ناشط حقوقي بيتكلم عن الحق الأمازيغي، فكنت يعني إيه صاحبة المبادرة الأولى يعني. طبيعي بقى مع يعني وسائل الاتصال الحديثة، يعني يمكن أنا أعتقد إن التكنولوجيا الحديثة خدمتني كتير في التواصل مع أمازيغ الخارج، الحركة الأمازيغية، وإن أنا أتواصل معاهم، أتعلم منهم، لأن ما كنتش طبعا يعني لسه في بداياتي. طبعا أستاذي فتحي نخليفة يعني، وفرحات مهني طبعا، وخالد زراري يعني. بس يعني يظل فتحي نخليفة هو صاحب الفضل في ان انا ادخل الحركه الامازيغيه وانضم للحركه الامازيغيه. تعرفت عليهم سنه 2009، يعني بدا التواصل سنه 2009. 2011 انضميت رسميا للكونجرس العالمي الامازيغي، ومن وقتها وانا ما زلت يعني موجوده يعني. اعتقد من ابرز حاجه انا عملتها في حياتي يعني، واظل انها يعني لو مت انا هبقى مرتاحه ان انا عملت انجاز في حياتي، في ان انا شاركت في تعديل دستور مصر سنه 2014. ومن قبلها انا كنت بناضل علشان دسترة او اقرار في الدستور التعدديه الثقافيه، لان الدستور المصري قبل كده كان بيتكلم عن ان مصر يعني ثقافه عربيه بس، لكن انا كنت بتكلم ان مصر فيها ثقافات اخرى زي الامازيغيه، القبطيه، النوبيه، البجويه، الارمنيه، لازم كل ده يتدستر. فكنت بناضل من قبلها علشان يتم ترسيم التعدديه الثقافيه في دستور مصري، والحمد لله تم ترسيمها في الماده 50. فانا لو مت دلوقتي ابقى مرتاحه يعني، حفظت عامله حاجه انجاز كبير في حياتي يعني. شكرا جزيلا على هذا المشوار يعني سوف أترجمه للقبائلية، لأن القبائل الأمازيغ بصفة عامة لابد أن يعرفون ذلك. شدنا مساء أمانية لكن كينيا زويرة سيتاكي خاطر ماشي زيد كانت غاو ساري دنا لكن كينيا أن يجي هاني كي خمار ذي الدونيثي وثورة زمراد مثلا تمثال ذا شكور تسكار بوسكاسي ديلان غف من داوت نزوج 2014 ديلان دي مصر نقال مصر ذي من داوت تموت كان ثعراف فيك تسدوت لي ثعراف مشى نسات ثوث مش كدوث الدواء كان اما كان هذاك كي ان ارتيكل يدي قام باللي مصر ماشي ضعرفان وتصك كي نيذلسن نار لي كولتور غلاندكس لا السمازيغ النوبير
فرعونيه تاكيرا ماشي كان ديون ان كان شاكير اللي ثو من دوله الجزائر مصر ونكيني تسكار كون شاكير داني جانا كيف راح ميلا ضم شواري سنت مغنست تناكن كيني فدير تاكي لوهير نزوج 1009 اباباتينس تيدي ربنا فنشتكي فتحينا خليفه قلنا داس الواي انه كراوه مظلان امازيغ كتزغام يوث نتاليت فتحينا خليفه ذا اللي بير ما نتيك تفن انك ثالث نيس سيشكميه الكونغري مونديال امازيغ اسميس اتجان تكمل مشواريس تنك دارنيا كاينين ديوث سيزيك كاسن مجال ثايوانت مازال نسمي كيلو الاحاديه نا لونيسيتي دو بونسي جان دينين بلي نكوني ضعافن كوني دي مسلمن كان لا تنك نكوني سيت مزغا لان نيكو كي ديانات زيكس لان تصنتو ثلاين لا تغاتو ثلاثه مازيغ تياض انت تسيزيك وكذا من نورينس دارني تسمي ثيغ ذا كان 2013 يناير 2013 مقعد اماني الوشاحي ذي طرابلس طريبوليان ذا كان سوق يناير كي تولي متول الذكير تتفكرين اماني لما التقينا في الاجتماع بطرابلس 13 يناير 2013 تتفكري ذلك؟ لا 13 يناير 2013 ايوه ملتقى الاستحقاق الدستوري الامازيغ ليبيا والتقينا فعلا هناك وكان اول تعارف ما بيننا. تمام. انا فاكره الجو كان برد قوي كنت عيانه وعندي نزله برد بسبب الجو الفظيع يعني. كان والله يعني هي كانت لحظات يعني بالنسبه لنا احنا كامازيغ احنا كلنا ما كناش مصدقين ان احنا في ليبيا. يعني كان قد ايه القذافي كان عامل ارهاب فظيع لينا كلنا حتى جوه ليبيا وبره ليبيا وما كناش نقدر يعني ما كناش نتخيل في يوم ان احنا ممكن نبقى في ليبيا. فانا بصراحه ما كنتش مصدقه الاحساس المعجزه اللي احنا كانت بتحصل ان احنا متجمعين في ليبيا بالظبط. مش عايزه اقول لك قد ايه يعني الاحساس اللي انا حسيته وانا معديه بالعربيه السياره يعني قدام باب العزيزيه اللي هو معقل معمر القذافي وكان متحطم وكان ويعني سبحان الله يعني شوف يعني سبحان الله مقلب الامور يعني. بس كانت فرصه سعيده جدا ان احنا التقينا انا وانت تحديدا يعني وان احنا التقينا كلنا. كان يعني اتكلمنا في حاجات كتير وشاركنا. بس مع الاسف كل اللي احنا عملناه انهار لان بعد كده حصلت بقى حرب اهليه وهذا ما لم نتوقعه يعني مع الاسف يعني. بس يعني لو ما كانتش الحرب الاهليه كان ممكن اللي احنا خرجنا بيه التوصيات اللي خرجنا بيها من المؤتمر يوميها كان ممكن تحقق انجازات كتير جدا لامازيغ ليبيا والليبيا على طول. لكن مع الاسف جت بقى الحرب الاهليه اكلت الاخضر واليابس يعني ورجعوا ورا ما زالوا يعني بيحاولوا دلوقتي تاني يعني ربنا معاهم يعني. كانت رغم بعض الخطوره الامنيه لكن احنا كنا سعداء جدا واحتفلنا وغنينا واحتفلنا براس السنه وتكفريناس كان بيحتفل معانا. المغني تكفريناس كان معنا وكانوا وجوه كثيره من العالم الامازيغي من العالم الادب يعني عالم الثقافه عالم السينما. انها لحظات تاريخيه لم ترجع. كنا نحس اننا احيينا من جديد نحن الامازيغ اليس كذلك اماني؟ بالضبط. بس مع الاسف بقى جت الحرب الاهليه يعني دمرت كل حاجه. الحرب الأهلية هذه كان مقصود منها يعني لكي لا يعترفون بالمتغير الأمازيغي إنهم يعني كانوا قاصدين يعني فرغبتهم يذهبون إلى حرب أهلية ولا يستسمحون فيما يخص المتغير الأمازيغي يعني مقصود منه يعني. ولكن النضال متواصل من نوع يتكمل كني نقص قبيلي. لا وامازيغ ليبيا لم يستسلموا يعني وقفوا تاني ونضلوا واسسوا حزب ليبو اسسوا المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا وفرضوا نفسهم على الارض يعني كامر واقع ودستروا الامازيغيه يعني في الاقليم في جبل نفوسه يعني.
السؤال الأخير أو الموضوع الأخير الذي أريد أن أطرحه معك أماني هو ما هي نظرة، يعني كيف ترى أماني الباقي يعني في المستقبل، يعني مستقبل الأمازيغية والعلم الأمازيغي والقبائل والريف والشاوية والترقية والسيوة وإلى آخره. كيف ترى أماني مستقبل الأمازيغ؟ أولًا بُص، يعني تحرُّك القبايل دايمًا بيبقى وراه تحرُّكات كبيرة وتغيُّرات كبيرة. يعني أنت عارف دايمًا القبايل يفضلوا ساكتين، 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 هُم بيتحرّكوا، بيحرّكونا كُلّنا معاهم. آآ شرارة الحركة الأمازيغية أصلًا خرجت من القبايل، آه. عارف 20 أبريل سنة 80. اللي حصل في القبايل نتج عنه تغيُّرات في العالم الأمازيغي كُلّه. ده أسس لحركة أمازيغية ثقافية، وبعدين بقت حقوقية، تمام، ونتج عنها بعد كده كيانات سياسية. فتحرك القبائل دايما، يعني أنا بيبقى عيني عليه، لأن هو لما بيتحركوا يعني بيحركونا كلنا غير أي حد تاني لو اتحرك. فهذا التحرك، يعني أنا طبعا ما أقدرش أقرأ الغيب أو أقرأ الخريطة دلوقتي، يعني الصورة لسه، يعني خريطة العالم الأمازيغي مش واضحة قوي دلوقتي، لكن اللي أنا متأكدة منه إن هيحصل تحركات وهيحصل تغيرات وهيحصل حاجات. دايما القبائل كده، يعني دايما يتحركوا كلنا نتحرك وراهم، ما تفهمش إزاي. ولا ماشي دنا مسا اماني قالوا وشاحيت نك يقباليين زني يكون الصح دي تمازغا يعني يكون دبوين تمازغا دي زرفان اما نيذل سنتوث لايت ني زرفان ومذان تقذو دي السرثيث ديما اتفض يقباليين يقلان زفير وانش تاكير سي 80 تمسو في مازال نقلا تمسو في مازال انتوغا اس سميتين وس 44 ناس سكيميرن الحنت شويه شطاح شطاح بدات تقول لنا لسان روح قلنا نزل فن ومذان دانيتو مثلا روح نتسنى السنتين شاكين وسادة ثقارات انا كان لنا اول ثقارينس اماني شكرا جزيلا على هذه قبولك لاستضافتنا لكي يعرفون الامازيغ القبائل بصفه خاصه من هم امازيغ مصر عبرك واعطيك لك الكلمات الاخيره لك. مبروك الاستقلال، مبروك، وبهني القبائل، بهني القائد فرحات بهني، وبهني كل الشعب الامازيغي. اتمنى التطورات تبقى ايجابيه في العالم الامازيغي كله ان شاء الله لصالح الامازيغ، ويعني بما يحقق السلم والحقوق والتعايش المشترك. شكرا تنمير تتصطاس مساء اماني. اوكي، ثانك يو. ما تكنوي تكون مثير دقيق منا مازال نساوي كنا كنيس فرحان ماشي كان تموتني قبايليين وما سيت مزغا سومثا سولا دياسبورا عندما تديرن يقبليني مازال لسان من ذو ما نظن انت نظن او ندير قيمه ذي ثلويث